هتعمل ايه يا وحش لو لقيت قدامك كتاب من كتب الشيطان وانه اقوى من اي تعويذة سحرية؟ مجرد ما بتكتب اسم الشخص اللي عايزه يموت بيموت في نفس اللحظة. يا ترى هتكتب اسم مين لو جاتلك الفرصة؟ في البداية كده عايزك تدوس لايك واشتراك وتكتب ان الفيلم ده عظمة، لانه فعلا من الاخر فيلمنا بيبدأ مع طالب قاعد في المدرسة وبيحل الامتحانات لزمايله مقابل الفلوس. شكله كده مش لاقي حاجة يعملها، وبنعرف ان الطالب ده اسمه لايت وامه متوفية وبيحب البنت دي اللي اسمها مية، لكن هي مش معبرة للأسف. وفجأة بيحصل رعد وبرق وبينزل عليه كتاب من السماء اسمه كتاب الموت، فبيجري داخل المدرسة عشان المطرة جابت آخرها وشكلها هتقلب على برق. فبيشوف واحد زميله اسمه كيني مستعفي نفسه حبتين وبيتنمر وبيضرب زمايله، لكن مية دفعت عنه، لكن كيني زقها وقال لها مالكيش دعوة يا بت انتي. وهنا كان لازم يتدخل بطلنا لايت، ولكن الولد ضربه قلم وقعوا على الأرض وعينك ما تشوف إلا النور. وقع لايت وقع كمان الورق اللي كان بيحله لاصحابه وبتشوفوا النظره. ولسوء الحظ بتروح تعرف المدير ان لايت بيحل الواجبات لزمايله، فبيجيبوا المدير وبيعاقبه بانه يحجز اسبوعين لوحده في الاوضه بعيد عن اصحابه. وبيجي في اول يوم في غرفه العقاب ما بيكونش عايز يذاكر، فبيفتكر الكتاب اللي وقع عليه من السماء فبيطلعه ويقراه، وبيشوف انه مكتوب فيها ان الشخص اللي هيكتب اسمه في المذكره هيموت على طول، ولازم تكون عارف شكل الشخص اللي عايز تموته. فجاه النور بيطفي فبيروح لايت يشوف فيه ايه، فبيتصدم ان الشيطان واقف قدامه. طبعا صاحبنا عملها على نفسه بس قرر انه يهدى وقعد يقول ده مجرد حلم، ده مجرد وهم. بس الشيطان طلع له تاني وقال له اهدى انا اسمي ريوك ومش هأذيك. فبص لايت من الشباك لقى زميله كيني بيضايق مية صاحبته، فالشيطان اداله المذكره وقال له اكتب اسم كيني هنا وطريقه موته. في الاول رفض لايت ولكن بعد كده وافق وكتب اسم صديقه كيني وطريقه موته وهي قطع الراس. وبالفعل حصلت حادثه وسيخ حديد طير راس كيني، وحادثه فظيعه بصراحه. الشيطان قال له شكلك طيب ومش هتيجي معايا سكه، لو مش هتقدر على المذكره سيبها وانا هديها لواحد تاني، واختفى. بعدها روح لايت للبيت وقعد يتعشى مع ابوه المحقق جيمس، وبيعرفوا ان المجرم اللي قتل والدته خرج بكفاله كبيره. فبيتضايق لايت جدا ان ازاي ابوه شرطي ومش عارف ياخد حق امه، وبياخد تفاحه لانه عارف ان الشيطان بيحبها، وبيطلع اوضته وبيطلع مذكره الشيطان فبيفتحها ويقرا القاعده رقم 3، وهي ان لو صاحب المذكره ما كتبش فيها هتختفي منه. فبيقلب الصفحه وبيلاقي واحد كاتب ما تثقش في رويك، هو مش حيوانك الاليف ولا صاحبك. وفجاه الباب بيفتح فبيعرف لايت ان ده الشيطان، فبياخد التفاحه وبيديها له. وفجاه بيظهر الشيطان وراه وبيقول له ان اقصى مده لموت الشخص يومين بس، واهم حاجه الشكل والاسم. ويفتكر لايت قاتل والدته فبيروح عشان يجيب صورته من الجورنال، ما هو مجرم كبير بقى، وبيكتب اسمه وبيحدد طريقه موته. وفعلا بنروح للمجرم اللي بيكون قاعد ياكل في المطعم، ولكن بتحصل حادثه وبتدخل السكينه في رقبته وبيموت. وتاني يوم لايت صحي على صوت ابو جيمس اللي دخل عليه وبيقول له يا ابني المجرم اللي قتل امك خلاص مات. ولايت كان طاير من الفرحه زي اللي يكون كسب ورقه يا نصيب وما صدقش. اخيرا قام لبس هدومه بسرعة وطار على المدرسة. في المدرسة قعد على المدرج لوحده كالعادة وهو معاه مذكرة الموت، وكان قاعد يفصص القواعد واحدة واحدة مش عايز يفوت حاجة. مية جات له وحاولت تتعرف عليه ولكنها لاحظت اسم المذكرة اللي في ايده فسألته باهتمام عن اسم المذكرة. هو بقى قلبه طار من الفرحة وقعد يقول في دماغه دي فرصتي، وقرر يحكي لها عن كل حاجة في المذكرة. وقال لها شوفي بقى يا مية الموضوع كبير قوي وانا بحبك وعايز اوريكي حاجة مميزة. وراح مديها المذكرة على اساس انها تشوفه الشيطان زيه. لكن فجأة ريوك الشيطان طلع له وقال له محدش هيشوفني غيرك، وبيضحك. لايت حس انه لازم يثبت لمية ان المذكرة مش هزار، ففتح اللابتوب ودخل على موقع الشرطة ودخل على حوادث لايف وشاف جريمة بتحصل في اللحظة دي. بحث عن اسم المجرم وصورته وكتب اسم المجرم وطريقة موته بالتفصيل في المذكرة. فجأة المجرم اتحرك لوحده وصوب السلاح ناحية راسه، وبعدها جت عربية الشرطة وخبطته. مية وقفت مش فاهمة حاجة وقالت ايه اللي بيحصل ده، لما شافت ان الاسم اللي بيكتبه في المذكرة بيموت على طول. اتأكدت ان الموضوع اكبر من مجرد هزار وخرجوا بره المدرسة. بس لايت كان حاسس بالذنب، ولكن لما افتكر موت امه قال لها بصي بقى يا بنتي انا لقيت الحل لكل مشاكل الدنيا، المذكرة دي هتخليني اعاقب اي مجرم في البلد واخلص البشرية من شرهم. ما اتحمست وقالت له طب يلا بينا نجيب حق الغلابة. فعلا بدأوا يكتبوا اسماء المجرمين في المذكرة وخلصوا على واحد ورا التاني، وعلشان يتشهروا قالوا نختار اسم كيرا اكنه اله حامي للبشر، فاختاروا كيرا وخلوا اي مجرم قبل ما يموت يكتب اسم
باسم كيرا، وده بطريقة الموت للشخص قبل ما يموت. الدنيا اتقلبت، كل القنوات الإخبارية بقت تتكلم عن كيرا، والمجرمين كانوا مرعوبين. وبعد شوية نسبة الجريمة بقت في النازل، والناس بقت تشوف كيرا بطل القومي. الله عليك يا كيرا، كفاية عليك، انت بتجيب حقنا من المجرمين. بس بقى الدنيا ماشية حلو لحد ما جه المحقق واحد واسمه الراجل ده شغال مع الشرطة وبيحقق في القضايا الصعبة. وصل لمسرح جريمة في اليابان وكان مالها ليلي، وقال ايوه كيرا ده ليه علاقة بالشرطة، ده عارف معلومات محدش يعرفها. في نفس الوقت المحقق جيمس كان بيتكلم مع ابنه لايت وقال يا ابني انا ماسك قضية كبيرة، والراجل ده مش بطل ولا حاجة، ده مجرم وقاتل وملوش حق يقتل الناس دي كلها، وانه مش اله علشان يحكم على الشخص انه مذنب او لا. جيمس راح مركز شرطة ودخل مكتبه لقى كل الكتب متبهدلة. جاله اتصال من صديقه بيعرفه ان في شخص تبع قضية كيرا مستنيه، لكنه قفل بسرعة لما الشخص ده جاله وعرفه بنفسه وانه بيكون واتاري اللي هو المساعد الشخصي لإل، وعرفه ان إل عايز يكلمه ضروري. جيمس راح فتح اللاب وكلمه. إل عرفه ان كيرا في اليابان وانه عايز يتعاون معاه علشان يلاقوه ويعرفوا مين ده اصلا، وانه عايز يقابله ضروري. تاني يوم الصبح بيكون لايت ومية قاعدين مع بعض، فمية بتدخل على رابط مشجعي كيرا واللي مكتوب فيها كل اسامي المجرمين، وبيقترح عليه انه يموت كل الناس دي، لكن لايت بيرفض بحجة انه ممكن يكون حد كاتب اسم شخص بالغلط او زور. وفي اخر اليوم بيوصل جيمس عند إل وبيعرفه انه هيطلع يتكلم في المؤتمر الصحفي ويحاول يستفز كيرا علشان يحاول يقتله ويعرف هو مين. وفي نفس الوقت مية بتشوف المؤتمر وبترن على لايت وبيتفقوا انهم هيموتوه قريب. وفعلا إل بيبدأ يتكلم عن كيرا ده عبارة عن جبان وواحد معقد، ولو كان عنده جرأة ممكن يقتله دلوقتي وهو واقف، لكن إل ما بيلاقيش اي حاجة، فبيستنتج من كده انه مش هو اللي بيقتل. وبيطلع يكلم جيمس وبيقول له ان كيرا لازم يشوف اسمه وشكل الشخص قبل ما يقتله، وان ده الشيء المشترك في كل الجرائم اللي حصلت، وبيسيبه ويمشي. تاني يوم بيروح لايت لابوه وبيحاول يعرف اي معلومة عن إل لكن بدون اي فايدة، وبيعرف لايت ان هو متراقب وبيعرف ابوه جيمس. فبيروح جيمس يتخانق مع إل وبيقول له انه مجرد شاب صغير، وبيروح لايت علشان يعرف مية اللي بتقترح عليه انه يقتل كل الافراد دي، لكنه بيرفض لانه مش قاتل، فبتتضايق وبتسيبه وتمشي. بس بيشوف تفاحة متاكلة ولكن ما بيهتمش، لكن بتكون مية عملت خطة من وراه. تاني يوم الصبح بيموت بريل وده مساعد المدير بسبب ازمة قلبية، وبيموت 21 عميل شرطة، وبيقرروا انهم يروحوا يرموا نفسهم من فوق مبنى وكأنهم في تحدي للموت. لكن لايت ما كانش فاهم ازاي ده حصل لانه ما كتبش اسمهم في المذكرة، فبيشك في الشيطان ريوك وبيروح يهدده انه لو حد انتحر مرة تانية هيتهمه هو وهيكتب اسمه في المذكرة. لكن ريوك بيرد بكل برود وبيقول له ان اللي حاولوا قبله يكتبوا حرفين بس من اسمه وماتوا قبل ما يكملوا كتابة الاسم. وبعدها بيظهر جيمس على التلفزيون وبيهدد كيرا بانه هيستمر يدور عليه، وحتى لو نجح كيرا في انه يقتل محققين في قضيته هيجي محقق غيره. لايت ومية كانوا قاعدين يتفرجوا على الاخبار، ومية قالت للايت لازم نقتل ابوك والا هيكتشف امرنا، لكن لايت بيعترض وبيدخلوا في نقاش حاد عن فكرة القتل. لا طلعت شهم يا واد صحيح. وبالليل جه إل وشاف جيمس لسه عايش، حس ان في حاجة مش مظبوطة. تاني يوم بالليل كان قاعد لايت في كافيه، ولكن فجأة قابله إل وقال له قرار كويس جدا انك تعفو عن حياة ابوك. لايت اتصدم، اللي مش سهل برضه، وقال له انا عارف انك كيرا وعارف انك بتستخدم حاجة وبتقتل بيها الناس عن بعد وبتستخدم وشهم، وكشف له وشه. لكن لايت فضل يتوهه في الكلام وفي الاخر سابه ومشي. روح بيته لقى مية مستنياه وبتحاول تتأسف له عن فكرة موت ابوه. قبل اعتذارها وقال لها انا دلوقتي بفكر اقتل إل، انا شفت وشه ولازم اعرف اسمه واللي هيساعدني هو واتاري. وفتح اللاب بتاعه وشاف صورة واتاري وكتب اسمه في المذكرة ان واتاري هيعرفه اسم الحقيقي، وبعدها هيموت يوم 12 عشان ما يكونش فيه اثار لاي حاجة. وبتكون من قواعد المذكرة انه لو حرقت الصفحة صاحب الاسم مش هيموت، لكن ريوك الشيطان بيقول له انه ليه فرصة واحدة بس لحرق الورقة، وانه ممكن يعفو عن اسم حد كتبه ومش عايز يموته. وفعلا بيرن عليه واتاري وبيعرفه انه مش عارف اسم إل الحقيقي لانه هو راجل بيربي الايتام في ملجأ علشان يكبروا ويكونوا محققين، وكان إل من ضمنهم. فبيطلب منه لايت انه يروح الملجأ تاني ويدور على اسم إل الحقيقي، فبيوافق طبعا واتاري لانه مغيب ذهنيا. تاني يوم بيسافر واتاري علشان يروح الملجأ، وإل بيكون عايز مساعدة واتاري لكن مش بيلاقيه في مكتبه ولا في اوضته، فبيفضل يدور عليه وبيكون شاكك ان لايت قتله او خطفه لانه مساعده الشخصي. فبيتعصب جدا وبيروح للايت البيت وبيعرفه انه يرجع واتاري في اسرع وقت لانه مش هيسيبه في حاله، وبيحاول يتهجم عليه لكن ابو لايت بيمسكه وبيقول له ما
تهددش ابني وبيطلعه بره. اللي بيتعصب جدا وبيطلب من الشرطه انها تدور عن مكان المذكره واي حاجه ليها علاقه بكيرا، لكن للاسف ما بتلاقيش اي حاجه. تاني يوم بيتصل لايت على واتاري وبيطمن انه لسه في الطريق وانه بيكمل مهمته، وبعدها بيروح المدرسه وبيسال عن ميا عن المذكره لانه مش لاقيها، ودي حاجه غريبه جدا. فبتعرفوا ميا ان هي اللي خدتها. اخر يوم بيكون في احتفال كبير في المدرسه، فبيقرر لايت انه يهرب من ميا ويروح يسرق المذكره من دولابها، وفعلا بيروح وياخدها. وفي نفس الوقت بيوصل واتاري الملجأ وبيبدا يدور على اسم الحقيقي في كل الدفاتر، وبيتصل على لايت، لكن لايت بيفتكر انه هيموت الساعه 7 في اليوم ده، فبيفتح المذكره عشان يقطع الورقه بتاعته، لكن مش يلاقي الورقه، وبيأمر واتاري انه يهرب حالا. وقبل ما ينطق واتاري عن اسم الحقيقي بيجي امن المنطقه علشان يقتلوا واتاري، فبيفشل لايت انه ينقذه، وبيكون عارف ان ميا هي اللي عملت كده. فراح لها الحفله تاني وقالت له انا عملت كده علشان انقذك، واخر يوم قلبك هيوقف، فانا هاخد المذكره منك بشكل رسمي وكده هيبقى انا الحارسه، فهاخد المذكره منك واحرق الورقه بتاعتك علشان انقذك. فروح بقى يا شاطر وهات المذكره. وخلعت يا بنت اللعيبه، وانها هي اللي قتلت ال21 شخص قبل كده. نروح اللي جاله مكالمه ان واتاري اتقتل في الملجأ، فبيقرر يروح يقتل لايت. وبالنسبه للايت بيروح البيت ويمسك المذكره وبيشوف ان كلام ميا حقيقي. ابو لايت بيعرف ان جاي يقتل ابنه، فبيرن على الشرطه وبيطلب الحمايه لابنه من لأنه مسلح وخطير. لايت بيروح بسرعة ويفتح موقع الشرطة والأشخاص المطلوبة العدالة، وبيكتب أسمائهم كلهم في ورقة وبيسيبها في كتاب التفاضل والتكامل، وبيبعت مكان لميا هيتقابلوا فيه، وبيروح يهرب بسرعة. لكن اللي بيقابله بيصوب السلاح ناحيته وبيكون عايز يموته، بس لايت بيقلق جدا وبيقول له الحل مش معايا، الحل هتلاقيه في كتاب التفاضل والتكامل. لكن بيطلع شخص من المحل وبيضرب لأنه من مؤيدين كيرا، فبيشكروا لايت وبيطلع على مكان حبيبته اللي قال لها بتستناه فيه، وبيطلع على مرجحة كبيرة وبيصوب المسدس ناحية صاحبها لأنه صاحبها بيقول له احنا قفلنا. وفعلا بيطلع وبيعرفها انه عايز يهرب ومش عايز يكمل في اللعبة دي، لكنها بترفض وبتاخد المذكرة منه. ولكن لسوء حظها بيكون كاتب اسمها في المذكرة انها تموت لو اخذت المذكرة منه، وفعلا المرجحة بتنهار وبتقع ميا وبيحاول ينقذها لايت، وفعلا بيمسكها، لكن الشيطان بيشاور بايده ان المرجحة بتقع ميا وبتموت، لكن لايت بيقع في البحر وبتنزل الورقة المكتوب فيها طريقة موته وبتتحرق، فبيغمى عليه وبيكون شاف الورقه بيظهر واحد بياخد المذكره وبيمشي، وبيتم استبعاد عن التحقيق لان الجرايم ما وقفتش في غيابه ومرض لايت. بيقرر انه يسافر، بس قبل ما يطلع الطياره بيكون افتكر كلام لايت عن كتاب التفاضل والتكامل، فبيرن وبيعرف من اصدقائه ان تم مصادره كل كتب لايت، فبيوقف الطياره بسرعه وبيقرر ينزل تاني. وبعد كده بيجي واحد بيدي المذكره للايت، فبياخدها لايت بعد ما بيفوق وبيخبيها. بيدخل ابوه وبيزوره وبيعرفه انه عارف انه كيرا، وبيديله ورقه فيها صوره قاتل امه، وبيعرفه انه لقى كل صور المجرمين اللي قتلهم ابنه قبل كده. بس الحاجه اللي مش فاهمها ازاي كل الجرايم دي فضلت شغاله برغم مرض ابنه وحجزه في المستشفى. وفي نفس الوقت بيكون وصل لبيت لايت وبيدخل يشوف كتاب حساب التفاضل والتكامل ويدور عليه، وبيكمل لايت انه كاتب في المذكره كل اللي حصل، وان في مدرس في مدرسته هو اللي هياخد المذكره ويديها له ويدخل في غيبوبه مؤقته، وفي نفس الوقت يدي المذكره لشخص تاني، وانه بيأمر الشخص اللي يمسك المذكره انه يكتب كل اسماء المحققين اللي كتبهم قبل كده عشان كل ده يتنفذ ولايت مريض وما يكونش فيه اي دليل ضده. وفي نفس الوقت ميا تموت لو خدت المذكره، ولايت يقع في البحر والورقه تتحرق. اللي بيلاقي ورقه ال12 شخص اللي لايت كتبهم وهيموتوا، وبيكون عارف انه لو كتب اسم لايت في الورقه دي هيموت هو كمان، وبيكون مش مصدق نفسه انه اخيرا هينتقم لموت مساعده الشخصي واللي رباه. وفجاه بيظهر ريكو الشيطان للايت وبيقول له انت صعبان عليا، انت وكل البشر انتم مثيرين للشفقه. وبنعرف في الاخر ان كتب اسم لايت فعلا، وفي النهايه لايت مات.